هنعمل النهارده صينيه بطاطس بالفراخ في الاير فراير. مبدئيا انا طلعت الفراخ من الفريزر من الصبح وسايبها تفك. اول حاجه هنعملها هنقشر البطاطس ونقطعها. هعمل اكل يكفيني يومين عشان ما اطبخش بكره، فهعمل اكل النهارده وبكره. هنقطعها رفيع عشان تستوي في الاير فراير. طبعا هنقطعها زي ما انتم شايفين كده، مش تخينه قوي او رفيعه قوي، تقريبا 6 مللي. كده خلصنا البطاطس. طبعا هنحتاج بصلتين متوسطين برضو هنقشرهم ونقطعهم. هنقطع كل بصلايه 2 وبعد كده بقى نقطعها شرايح تقريبا كده 3 مللي. اوكي، قطعنا البصل كله. هنحط الفراخ على البصل والبطاطس عشان نتبلهم. كده حاطين الفراخ على البصل والبطاطس، يلا نتبلهم مع بعض. طبعا ملح، فلفل اسمر، ده نص مكعب مرقه دجاج، 7 بهارات. وطبعا السيكريت انجريدينت بتاعي عسل اسود، برضه بحطه هنا. العسل الاسود ده جايبه منين؟ ده جايبه من كاوفلاند، ده اسمه كده. ده ما بيبقاش عسل نحل يعني، ده عسل بيبقى معمول من قصب السكر، يعني بيجيبوا قصب السكر ويعصروه بعد كده بيغلي فبيتعمل في الاخر ده، فبيبقى زي ما تقول كده عصير قصب بس تقيل حبتين. ده بيدي طعم مسكر للاكل كده، فبيدي طعم حلو في قوي في الاخر. اعتقد كده حطينا كل التوابل. محتاجين بقى نقلب ده كله مع بعض ونحط شويه صلصه. نحط معلقتين صلصه. معجون الصلصه ده تقيل قوي فما بنحطش كتير قوي منه، يعني خلينا نحط دي معلقه ودي 2، يعني شويه كمان كده كويس. محتاجين بقى نقلب الكلام ده كله مع بعض. ممكن نحط شويه ميه الاول عشان يبقى سهل التقليب. نغسل ايدينا. نقلب بقى الكلام ده مع بعضيه. ده كده الشكل النهائي، والبسم الله ما شاء الله. هشيل دي، نحط بقى الطبق ده في ارضيه الاير فراير. ننزل بقى بكل الحبشتكنات دي. هنزود عليها شويه ميه، يعني تقريبا نص كوبايه بس كده. ده الشكل النهائي. هشغل الاير فراير على درجه حراره 150 واشوف هتاخد وقت قد ايه. مش عايز اعلي درجه الحراره قوي عشان البطاطس ما تتحرقش وبعد كده الاقيها اللي تحت مش مستوي. انا عملتها دلوقتي على درجه حراره 150 نص ساعه، واشوف كمان نص ساعه استوت ولا لا، وهجيلكوا بقى بعد الفطار لما تكون استوت نجربها مع بعض. مع السلامه. ونسيت اقول لكم رمضان كريم علينا وعليكم، ويا رب كل واحد يحقق كل اللي نفسه فيه.